السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة متابعينا ومشاهدينا من برنامج روح القانون لكل المصريين، حصريا على قناة أكرم سلام. النهاردة هنتكلم في موضوع جديد، وهو موضوع قتيل نانسي عجرم أو فيلا نانسي عجرم محمد الموسي. طبعا انتم كلكم عارفين ان لولا الإعلام والسوشيال ميديا هو طب ما يخلق سبيل فادي هاشم، وكانت الدنيا كلها هتبوظ، وكان ده راجل حرامي، وكان هتنتهي الموضوع على كده، وان الراجل ده دفاع عن النفس ودفاع شرعي وتنتهي الموضوع. لولا ان السوشيال ميديا والناس اللي بدأت تفكر، والناس اللي بدأت تعمل فيديوهات، والناس اللي بدأت تضغط على الحكومة اللبنانية، بدأ التشاور تاني، وبدأت الحكومة اللبنانية ان هي ترجع للكلام اللي كانت بتفكر فيه عشان فنانة كبيرة، وعشان ما يتمش اتهامها في حاجة. اللي انا عايز اقوله ان النهارده هشرح لكم وهبين لكم ان القضية دي عمدية، قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، ما فيهوش اي دفاع شرعي او تجاوز حتى في الدفاع الشرعي. فاحنا بنقول الفيديو دوت وبنعمله على اساس يوصل للناس، سواء المحامين بتاعه محمد الموسي، توصل للنيابة اللبنانية، توصل لأهل القتيل محمد الموسي يستفيدوا بيها أو بعض من المعلومات اللي احنا بنقولها. ودي الاجتهادات الشخصية بتاعتنا اللي احنا بنوصلها لكم كمحامين. طبعا احنا هنتكلم النهاردة في بعض النقاط اللي بتؤكد عمدية القتل الجنائي، وان هو ابدا مش دفاع شرعي، بالاضافة الى احتمال كبير جدا ان تكون الفنانة نانسي عجرم ذات نفسها مشتركة في هذه الجريمة. وهنبين كل الكلام دوت عن طريق الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا وتحليلي الشخصي ليها، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي الصادر في هذه القضية من الحكومة اللبنانية. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونقول النهاردة بالنسبة للفيديوهات اللي كانت منتشرة في السوشيال ميديا. أنا عايز أقول إن محمد الموسي بداية، أو غير محمد الموسي، إزاي واحد يخش الفيلا وهي فيلة ناس مشهورين وفيها فنانة مشهورة، بيها حراسة مشددة وبيها بودي جارد وبيها كاميرات وممكن يكون في كلاب، ومع ذلك يتجرأ بالدخول، وهو ممكن عارف إنه ممكن يواجه حاجات كتيرة جدا، ما يكونش معاه سلاح، يكون معاه سلاح عبارة عن على شكل ولاعة أو يعني لعبة أو على شكل ولاعة. دي نقطة. يبقى أنا النهاردة لما أكون جاي أسرق لازم أكون راجل عارف الفيلا اللي أنا هسرقها، فدي بتاعت مشهورين والناس فنانين، فهقابل حراسة مشددة وهقابل بودي جاردات وهقابل الناس دي كلها وممكن كلاب. طب أنا معيش أي حاجة واجي بيها، إزاي أتجرأ بحاجة زي كده؟ طيب هنقول إن هو تجرأ واجتاز الفيلا. طب ازاي كاميرات الفيلا اللي موجوده في كل مكان في الفيلا ما جابتوش؟ يبقى المفروض ان النهارده كاميرات الفيلا كلها تجيب، او اي كاميرا كانت تبقى موجوده تجيب. النهارده بقى عندي حاجه تانية مهمه عايز اكلمكم فيها، يعني شيقه جدا. النهارده نانسي عجرم او مدير اعمال نانسي عجرم قال ايه؟ قال ان اجهزه الانذار كانت معطله لوجود ضيوف في الفيلا. فاحنا هنقول بقى النهارده، طب المجني عليه اللي هو بتاعنا اللي هو محمد الموسي عرف منين ان الكاميرات في التوقيت ده بالظبط في الوقت ده كانت متعطله؟ ما يعرفش ان في التوقيت ده، هيعرف منين؟ طب هنقول ان هو عرف. طب دخل عليهم امتى؟ ساعه النهارده. هل الناس الضيوف اللي كانوا موجودين دول مشيوا وفضلت برضه بعد ما مشت معطلين اجهزه الانذار، ولا تم النهارده ان الهجوم تم في وجود الضيوف دول؟ طب ولو نفترض ان الهجوم ده تم والضيوف موجودين، طب مين هم الضيوف؟ ليه ما تحققش معاهم؟ ليه ما جاتش اساميهم؟ ليه ما تحفظش على تليفوناتهم؟ ليه ما اتكلمناش عليهم؟ ليه ما جبناش سيرتهم اساسا في التحقيق؟ وازاي الموضوع ده كله يحصل في التحقيق وهم موجودين؟ فالنهارده حاجه من اتنين، يا اما اجهزه الانذار فضلت متعطله، وطبعا مش هيبقى عارف بقى المجني عليه اللي هو محمد الموسي بتاعنا ان اجهزه الانذار لسه متعطله وهم بالهجوم،
او الناس دي هتفضل موجوده، وبالتالي في حاله وجودهم كانوا لابد ان يستخدموا كشهود، على الاقل شهود واقع. ال ال الفيديوهات برضه بتبين ان الحرس وهو شايف محمد الموسي، او مش، او من غير ما يشوف محمد، الحرس نفسه شايف ان لما يستخدموا سلاح نهائي، ولما يستخدموا حتى يعني اي سلاح نهائيا، بالرغم من وجود في حرامي جوه الفيلا ومعاه سلاح. يعني الناس ما استخدمتش اي نوع من الاسلحه خالص، وكانهم موجودين شيء عادي جدا. الحاجه الاهم وهي الف ب في جرائم القتل، وهنتكلم فيها. جرائم القتل فيها حاجات كتيره قوي، بس هنتكلم في الف ب في المباحث الجنائيه. لما بيتم عندنا جريمه في مصر وبالذات في القتل، بيتم التحفظ على المكان عشان الادله الجنائيه تعرف تشتغل، مسرح الجريمه بموجود ما يتمش العبث بيه، الطب الشرعي يعرف يشتغل، يعرف يرفعوا البصمات، يعرفوا مكان الجريمه فين، يعرفوا الواقع فين بالظبط، يعرفوا يشوفوا هل تم الجريمه هنا بالظبط ولا تم سحل المجني عليه لمكان اخر، في طلقات معينه خرجت واستقرت، ده هنتكلم فيها بعدين ولا لا. في حاجات كتيره قوي لازم تبان من ضمن في مسرح الجريمه. انما انت النهارده ما تتحفظش على مسرح الجريمه خالص خالص، وتخلي النهارده الاعلاميين والناس كلها تخش والناس كلها طب ما انت بتطمس الحقيقه. المفروض الحاجه دي بتفضل تحت مسرح الجريمه، تفضل تحت الادله الجنائيه، تحت يد الادله الجنائيه والطب الشرعي لحين الانتهاء من الفحص تماما، وبيتم تشميع الفيلا. كل ده ما حصلش، عشان تبقوا فاهمين. الحاجه الثانيه ان اللي بيقوم بنشر الفيديوهات والمقاطع والحاجات دي، لازم تعرفوا ان ده بيحاول يخبي حاجه من وراها. يعني فادي الهاشم لما عرض الحاجات دي على السوشيال ميديا، عاوز يبين نفسه انه يكسب الراي العام، وانه يعني الراجل الغلبان اللي كان عاوز يسرق فدافع عن نفسه. ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. احنا النهارده كل حاجه بتبين حاجات معينه، احنا بنقدر نستخلص منها حاجات بتؤكد ان محمد الموسي فعلا راجل شهيد، وشهيد غدر كمان، فان فادي الهاشم ده ملوش اي وجود نهائيا في موضوع الدفاع الشرعي نهائي. الكاميرات النهارده كلها على DVR واحد، فازاي جاب جزء معين واقتطع جزء معين؟ لان الكاميرات مش جايبه غير المطارده بس، ما جابتش ساعه اطلاق النار، وما جابتش القتيل وهو بيقع، ما جابتش مين اللي بيطلق عليه النار، جابت ساعه المطارده. معنى كده ايه؟ ان فادي الهاشم ده كان بيحاول يخبي حاجه، وودى DVR لاحد الفنيين المختصين، وقام باقتطاع بعض الاجزاء، وقام بالمونتاج على اساس انها توصل بالطريقه اللي احنا شفناها دي. انما اكيد الكاميرات، وده الشاهد اللي ما بيكدبش، عامله كل حاجه ومبينه كل حاجه وموضحه كل حاجه في الكاميرات بتاعتها، وهو حاول ان هو يخبي منها حاجات معينه على اساس ما توصلش الحقيقه كامله للنيابه العامه ويتم اتهامه في هذه القضيه. فادي الهاشم قال في تحقيقات النيابه ان محمد الموسي كان متوجها لغرفه الاطفال، وقال برضه ان محمد الموسي اول مره يدخل الفيلا. طب منين عرف محمد الموسي مكان غرفه الاطفال وهو اول مره يخشها؟ فاحنا عندنا هنا حاجه من اتنين: يا اما هو دخل الفيلا ودرسها اكتر من مره، وده مستحيل في وجود الحرس ووجود الكاميرات وفي وجود الدنيا دي كلها، او ان هو معتاد الدخول وفي التعامل مع فادي الهاشم او مع نانسي عجرم، ونحط 100 خط تحت كلمه التعامل مع نانسي عجرم. الحاجه بعد كده اللي بتبين عمديه القتل ومفيش دفاع شرعي، ان فادي الهاشم قال في تحقيقات النيابه اللبنانيه انه كان في تبادل اطلاق النار بينه وبين المجني عليه محمد الموسي.
طب ما محمد الموسي ما معهوش سلاح، ما معهوش سلاح، دي يا اما مسدس لعبه يا اما مسدس ولاعه. يبقى مين بقى اللي كان بيبادر معاه اطلاق النار؟ مفيش. طب يبقى النهارده يبقى نوصل لنقطه ايه؟ ان فادي هاشم بيكذب، وطالما بيكذب يبقى بيخبي حاجه من الحقيقه، والحقيقه اللي احنا هنثبتها دلوقتي للناس كلها وهتعرفها. فالنهارده عايزين نقول ان تبادل اطلاق النار مفيش. طيب انت تبادل اطلاق نار مع شخص اخر وفي مكان في فيلا وموجودين مع بعض ضد بعضيهم، وانت ما اتصبتش الحمد لله يا فادي يا هاشم. يبقى في طلقات جت من جنبك، عدت جنبيك، خبطت في الحيطه، خبطت في ازاز، خبطت في انتريه، خبطت في تلفزيون، خبطت في اي حاجه. ولا هي احنا بنضرب في السماء في الهواء فوق؟ ما انت الحاجات دي مش موجوده. مفيش مكان لطلقات عشان تقول تبادل اطلاق نار. اقوال نانسي بقى. نانسي قالت ان هي ساعة الواقعة دي لما سمعت الدوشة دي كلها استخبت في الحمام وكانت بتتصل بوالدها. فعايزين نقول لما انت يا فنانة نانسي كنت مستخبية في الحمام، الاول ان تتصلي بابوكي عشان يجي ينقذك اللي هو بعيد عن الموضوع، ولا تتصلي بالشرطة وجوزك بيرتكب جريمة او هيرتكب ضده جريمة؟ الحاجة التانية، انت قررتي ان انت تم اصابتك بشظايا او بطلقة. طب انت ازاي الشظايا والطلقة دي كانت فيكي وانت مستخبية في الحمام فوق؟ ما انتوا تكلمونا بالعقل عشان احنا ناس، المفروض ان احنا ناس بنفهم، مش هنقول ناس قانونيين ولا ناس في وزارة العدل ولا ناس مستشارين كبار، ولا لا، اعتبرونا ناس عادية جدا بس احنا ناس بنفهم. انت واحدة مستخبية في الحمام بتتصل بابوكي، جاتلك الطلقة منين؟ ازاي تجيلك الطلقة اللي زي دي؟ النهارده الضحية محمد الموسي مضروب ب 18 طلقة. 18 طلقة يعني النهارده المفروض من ال 18 طلقة دي حاجة من اتنين، يا في أكتر من شخص بيطلق النار على محمد الموسي، يا إما فادي الهاشم ضرب محمد الموسي وخلص خزنته وحط خزنة تانية وضرب تاني، دي مما يؤكد عمدية القتل برضه. ولما تشوفوا الفيديوهات والصور اللي موجودة بصوا كده كويس قوي وركزوا، هتلاقوا ان الدم اللي نازل من محمد الموسي، اللي الراجل اللي واخد 18 طلقة متخرم 18 طلقة، هتلاقوا ان هو ايه؟ الدم اللي جنبه شوية صغيرين قوي قد كده وكمان ممسوحين، معنى كده ان هو تم سحبه من مكان لمكان اخر. التقرير الطبي الشرعي جاب ان في 5 طلقات نافذه في جسم المجني عليه. يعني ايه نافذه؟ يعني نافذه عملت زي كده، الطلقه دخلت كده خرجت من الناحيه الثانيه، ده النافذ. يعني وما قالش ان الطلقات استقرت، قال انها هي نافذه. نافذه دي بقى معناها لما تكون الطلقه نافذه، لما هتطلع الطلقه من هنا تخش هنا هتيجي ورا هنا هتخبط هنا، ما تيجي كده هتخبط كده. فلازم طالما نافذه يبقى لازم هتستقر في مكان. فين بقى المكان اللي فيه استقرت فيه؟ مفيش. طب فين الطلقات استقرت فين؟ مفيش. طب فين مكان الطلقات ال5 دول؟ مفيش. طب ما انت تقرير طب شرعي بتعمل ايه؟ مسرح الادله الجنائيه بيعمل ايه؟ مفيش برضه. الاحلى من كده بقى والغريبه يعني ان المتهم اللي هو المتهم محمد الموسي اللي هو ضحيتنا والمجني عليه اللي بيقولوا عليه كان متهم داخل يسرق، مضروب 18 طلقه حسب ما جه في تقرير الطب الشرعي. طب لما اتضرب ب 18 طلقه، لما راح الطب الشرعي لقوا ايه؟ لقوا ان مفيش غير فتحه واحده بس اللي بيسيل منها الدم.
طب ال 17 طلقه التانيين فين؟ ما كل طلقه بتعلم، ما بتيجي تتضرب وبالذات لما بتكون بتضرب بتعمل فتح الدخول، لازم تعمل فتح الدخول لانها الطلقه بتكون حارقه بالبارود اللي فيها، يبقى لازم تعمل فتح الدخول. فطالما تعمل فتح الدخول يبقى طالما انا مضروب 18 طلقه يبقى انا لازم يكون فيها في لبسي 18 فتح الدخول للطلقات بحسب الطلقات. الا لو في طلقات بتجلي مني ما جاتش فيا، دي حاجات تانية ملهاش علاقه باي حاجه خالص. المهم ان مفيش اثر للطلقات ومفيش غير فتحه واحده بس. وفي بعض الكاميرات اوضحت ان المتهم كان عريان وباين قوي انه ميت وكان فارق الحياه وكان عاري. مين بقى اللي لبسه هدومه؟ معنى كده انه لبس بعد كده. فهنا في حاجات كتيره غامضه. طب انا هقول لكم على حاجه. لما جه الظابط لسه فادي الهاشم ويقول له عايزين نفرغ الكاميرا بتاعت نانسي عجرم، رد عليه وقال له ايه؟ ما ينفعش اديها لك عشان دي الاوضه اللي بتغير فيها نانسي عجرم. الظابط قال له لا انا عايزين نشوف ساعه دخول وخروج محمد الموسي المجني عليه. قال له لا اصل انا مش فاكر الباسورد. يعني انت مش فاكر الباسورد ولا نانسي عجرم فاكره الباسورد، امال مين اللي هيفتكر الباسورد؟ ما علينا. برضه فادي الهاشم المفروض ان كان محمد الموسي ملثم. فادي الهاشم بيقول ايه بقى؟ بيقول ان انا لما دخل عليا وكان طلب مني مبلغ من المال لقيت ان هو مضطرب كده وفي اضطراب. انت شفت الاضطراب ده فين؟ ده الراجل ملثم على زعم ما بتقول، يعني يا راجل ملثم يبقى انت شفت الاضطراب ده فين؟ احنا بنتكلم ان كل دي ادله بتثبت عمديه القتل وبتثبت اشتراك نانسي عجرم في هذه الجريمه بكذبها في وجودها داخل الحمام، باصابتها في رجليها، بعدم حفظها للباسورد بتاع الكاميرا بتاعها. حاجات كتيره قوي 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 بتاكد ان نانسي عجرم ليها دور، والدور اللي فيه نانسي عجرم ده هيكون لحاجتين: يا اما هي عارفه فعلا انه مشتركه في الجريمه، يا اما هي مش مشتركه في الجريمه ولكن مضغوط عليها ان هي تخبي حاجات كتيره قوي عشان جوزها ما يتحبس. فاحنا مش هنقدر نجزم بالموضوع دوت، ولكن هي حاجه من اتنين. اما بقى تقرير الطب الشرعي، فتقرير الطب الشرعي ده بقى عندنا في مصر ما بيعديش الهوا. انا مش عارف ازاي تقرير طب شرعي زي كده صادر من لبنان في قتيل. الحاجه الوحيده اللي جايبها اللي تؤكد عمديه القتل وتاكد ان القتل ده مع سبق الاصابه والترصد هو فتحه الدخول اللي في جسم محمد الموسي التي بها احتراق. خدوا بالكم من كلمه احتراق معناها قرب المسافه. يعني ايه قرب المسافه؟ يعني السلاح اللي انا بضرب بيه او المسافه اللي انا بطلق منها بتكون اقل من طول الماسوره. يعني انا لو معايا بندقيه آلي طولها مثلا 50 سم في احتراق في جسم المجني عليه، يبقى انا ضارب باقل من 50 سم، 40 سم، 30 سم، 20 سم. الماسوره اللي موجوده طولها 15 سم. يعني انت يا فادي يا هاشم ضارب محمد الموسي باقل من 15 سم، يعني 10 سم، 5 سم. شايفين قرب المسافه قد ايه؟ يعني ده انا بتغلي منه وبشفي غليلي فيه عشان تبقوا معايا في الصوره. النهارده كمان الطب الشرعي المفروض عفوا لما يجي يتكلم يبين النهارده الطلقات دي كام طلقه مضروبه داخل جسم المتوفي، كام طلقه استقرت داخل جسم المتوفي. هل الاعيره الناريه اللي موجوده مطابقه للسلاح الناري المضبوط ولا لا؟ هل الأعيرة النارية من خلال فتحات الدخول وفتحات الخروج؟ لأن كل سلاح 9 مللي غير ال 8 مللي غير كل سلاح وليه فتحة دخول.
فالنهارده لما يجي يقول هل الاسلحه متعدده؟ هل تم ضرب محمد الموسي باسلحه متعدده او من اسلحه مختلفه؟ هل تم ضرب محمد الموسي بسلاح واحد من ماسوره واحده ومتعدده الاطلاق ورا بعضيها؟ ما احنا عايزين نعرف، ثم ان لما يجي النهارده اللي ياكد ان في اكتر من حد ضرب على محمد الموسي، هو النهارده وجود طلقات في الامام والخلف. انت بتضرب في اللي قدامك، خلاص انت عارف ايه اللي هيحصل له، مش هيقع على وشه، هيقع على ظهره، لان انت لما بتضربه في صدره بيتم ان الرئه بتتصاب، فبيتم الاختناق، فبتروح واقع على ظهرك كده. هتيجي بقى الاصابه منين بقى؟ الا بقى لو في حد بيضرب من ورا وحد بيضرب من قدام. فانت بقى النهارده المفروض تجيب لي مسافات الاطلاق، اتجاهات الاطلاق، مستويات الاطلاق. يعني في طلقه ممكن نضرب من تحت لفوق كده، وفي طلقه تدي من الامام، وفي طلقه تدي من فوق لتحت. دي مستويات الاطلاق عشان تبقوا فاهمينها. المستوى، هل انت واقف، هل هو كان قاعد، هو واحد كان نايم هو بيطلق، دي اسمها مستويات. الاتجاهات بقى جايه من فوق لتحت، من تحت لفوق، من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، من اسفل لاعلى، من اعلى لاسفل. ما انا ممكن اكون بضرب عليه من فوق، ممكن اكون بضرب عليه من تحت. يعني كل الحاجات دي مش موجوده. ما حددتليش فتحات الدخول والخروج ايه، ايه هي، او انواع السلاح اللي مرتبطه فيها ايه. ما اخدتش الفوارغ بتاعت الطلقات. فين الفوارغ بتاعت الطلقات؟ امال انت هتطابق ازاي الطلقات بعيارها، بالطبنجه المحرزه، بالاصابه اللي موجوده؟ مش لازم يكون في فوارغ طلقات. ده الف ب طب شرعي، يعني ده لازم يكون الف ب طب شرعي. انا عايز ابين لكم حاجه اخيره، ان الاصابه بالطلق الناري بتسبب 3 حاجات. لما تكون مسافه قريبه قوي واقرب اقل من الماسوره بتسبب احتراق كامل. لما بتكون ابعد من الماسوره مثلي الماسوره، يعني من على مساوي مثلا الماسوره 15 سم يبقى 30 سم او بتاع، بتلاقي القميص او الجاكيت او اللحم بتاع البني ادم لو هو عريان او الى اخره بيبقى فيه اثار احتراق. تلاقي البارود كده، البارود منتشر نتيجه دخول الطلقه، اثار بس. لما تكون مسافه ابعد من مثلي الماسوره، اديها مرتين، يعني الماسوره لو 50 سم يبقى مسافه 1.5 متر او 2 متر او اكتر، بتبص تلاقي ان في رش اسود هباب كده حوالين دخول الطلقه. انما في اللي قبليها كانت تلاقي الاثار موجوده كده في الفتحه كده جامده جدا باينه يعني. انما دي يا دوبك زي ايه، زي دخان اسود كده. ده ملخص الموضوع بالنسبه لي اللي انا كنت عايز اوضحه، اللي يستفيد منه الناس كلها. وعايزين نضغط جامد يا جماعه، والله احنا عايزين نضغط، مش عشان حاجه، احنا مش هنستفيد حاجه، احنا مش هنستفيد غير كل واحد ياخد حقه. مش عشان هي فنانه معروفه وجوزها رجل اعمال معروف، الراجل الغلبان السوري دوت يروح في الرجلين. السوريين دول طول عمرهم اخواتنا وحبايبنا وكل حاجه بالنسبه لنا، وهم اسد العرب عشان زي ما انتم عارفين، وهم اللي وقفوا جنبنا في حرب اكتوبر. واهلا وسهلا بيهم في اي مكان وفي اي حته، واهلا بيهم في بلدهم التاني مصر في اي وقت. يا مرحب احنا مش هنقول زي هفاء وهبي لازم يفلوا من هون من لبنان، يا ستي يفلوا من عندك ويفلوا من الدنيا كلها ويجوا يقعدوا جنبينا هنا في مصر. يا مرحب بيهم في بلدنا، اللي موجودين جوه بلدنا يا مرحب بيهم، واللي عايزين يجوا من بره اللي جوه بلدنا برضه يا مرحب بيهم. احنا هنا مصر ام الدنيا، مصر اللي بتمتاز ان النهارده بتحتضن كل الشعوب. احنا النهارده مش هنكل من حد، والناس السوريين دول اخواتنا. مش النهارده عشان الزمن جار عليهم والنهارده في حروب عندهم وفي مشاكل عندهم هنبدا بقى ما ناخدش حقوقهم ونبدا نبعد عنهم ونبدا انه ما يخصناش والكلام ده. لا، الناس دول اخواتنا وحبايبنا، ونقف جنبيهم ونجيب حقهم على قد ما